الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة في الفيديو ده، ولكن تصريحات مخجلة للاعب الزمالك السابق الكابتن تامر عبد الحميد. النهاردة كان في لقاء مع الأستاذ أحمد موسى، وطبعا اتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز. فطبيعي إن هو كراجل زملكاوي يعلن إن هو يشجع الزمالك، ولكن من الخزي والعار إن أنت تقول كل زملكاوي هو بيراميدزاوي، وعندنا 60 مليون زملكاوي في مصر، ده إن صح العدد أصلا، إن هو يشجع الزمالك بكرة قدام النادي الأهلي، فدي كارثة من كوارث الزمن. حضرتك رمز من رموز نادي الزمالك، إزاي أصلا تتكلم في تصريح زي ده؟ يعني حضرتك فين؟ أنت فين؟ يا جماعة، هو انتوا مش مستوعبين اللي بيحصل؟ مش مستوعبين اللي انتوا بتقولوه؟ انتوا عايزين اي حاجة ضد الاهلي وخلاص. طب ما انت كده اساسا بتقول يا جماعة انا مش موجود، انا ما بقاش ليا وجود. انت كده هتشجع، يعني انت كده هتعمل زي الاسماعيلي كان غول الكرة المصرية قدام الاهلي. وكان يعني كان بجانب الزمالك كان الاهلي والزمالك والاسماعيلي. تمام. لكن انت حضرتك تيجي تعمل زي الاسماعيلي بعد ما بدأ يوصل لمراحل الهبوط في الدوري، وان هو يشجع الزمالك قدام الاهلي، فانت بقيت بتشجع بيراميدز قدام الاهلي. انت كده هتوصل للي بيوصل له النادي الاسماعيلي. حضرتك عندك كوارث في النادي، حضرتك عندك فلوس على النادي توقف القيد بتاعه لثلاث واربع سنين قدام. يا جماعة انتوا في كارثة والله بصراحة. انا مش عارف المشكله برضو ان انت تلاقي جماهير نادي الزمالك او بعض جماهير نادي الزمالك بتمشي ورا التصريحات دي، وتفضل تقاقي وخلاص. الناس دي بتقاقي مش بتتكلم، مش بتمشي ورا عقلها اصلا. هم عايزين اي حاجه ضد الاهلي وخلاص، صح غلط مش مهم، في صالح او ضد فريقهم مش مهم، تدينهم او ما تدينهمش برضو مش مهم. انا مش فاهم اللي بيحصل ده ازاي والله. انا اهلاوي وبصراحه صعبان عليا اللي بيحصل لنادي الزمالك والله. فين المشجعين المحترمين؟ فين الناس العاقله اللي تقدر تتكلم؟ بصراحه والله تصريحات مخجله، ويقول لك 60 مليون زملكاوي. هم فين ال 60 مليون حضرتك؟ انت بتجيب الارقام دي منين اصلا؟ يعني حضرتك ممثل لنادي الزمالك، بتجيب الارقام دي منين؟ طيب في احصائيه بتقول كده؟ انا برضو مش فاهم.